يسعد لي صباحكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله صباحكم وأيامكم كلها خير وبركة يا رب. طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير، ويا رب المرض والأذى والشر كلهم يكونوا بعاد عنكم، والخير دائما بجواركم. اليوم راح أعمل معكم أول مرة، راح أعملها أنا هاي الأكلة، وأول مرة راح أشاركها معكم. معكرونة بالبيستو صوص، يعني بالريحان فسليان يعني بيقولوا له. البيستو صوص عن جد كتير كتير طيبة، يعني أنا أول ما دقتها حسيت بطعم ما بعرف، يمكن الريحان أو حتى اللي بحطوا لها جواتها كمان كاجو هيك، عطى ريحة الكزبرة، يعني عن جد طعم الكزبرة أجتني أنا. فوالله هون رح أعملها بالدجاج كمان. فهون كان هذا بيكون يوم الجمعة، أنا بيكون يوم الجمعة عندي إنه هيك أنا وبنتي يوم الدلع، يوم اللي بندلع حالنا، يوم اللي بنبسط حالنا. بيكون زوجي بيسهر مع رفقاته، وأنا وبنتي بقى هذا اليوم يوم نطلع فيه لبرا، يا خلص بنعمل أكلتنا المفضلة اللي بنحبها، هو شي بساعد ومي بساعد، وهيك حركات، يعني حركات بركات مثل ما بيقولوا. فهون انه قررنا نعمل هيك شي خفيف يعني ونضيف، لانه كان تاني نهار رح يكون عيد ميلادي، وبنت حماي كمان بنتها عيد ميلادها، بس هو عيد ميلادها هو الحقيقي مو هلا، جمعة الجاي. فانه كان عنا عطلة بالمدرسة، فانه قالت انه تعملوا هيك ونخلص. فهيك والله، وجهزنا هيك شوية، هيك لفينا يلا نجي، وعملت هي بيتزا، وهي السلطات الروسية. ويعني هلا رح تشوفوا هيك، صورت لكم كم مقطع، لا تنسوا تشوفوا الفيديو الأخير لأنه عن جد كتير حلو. يعني هيك لحظات سعيدة بحياتنا، لحظات ذكريات حيضلوا بداخلنا. هدول اللحظات عن جد بيضلوا بنتذكروا سنين، لو مضى هيك سنين وهيك أيام نتذكروا هذا اليوم، تذكروا هالشي. وهون كمان صار عمري كمان أنا هيك، صار عمري 26 سنة. يا رب إن شاء الله هيك أيامنا كلها خير وكلها بركة. كانت سنة الحمد لله يا رب حلوة، عم بشكر الله إنه الحمد لله إنه بصحتنا وسلامتنا وإنه بخير. يا رب إن شاء الله كل سنيننا حلوة وأيامنا بخير كتير يا رب. علقولي انتو قديش صار عمركم، مين عم بيتابعني، اعماركم قديش، من قديش يعني. انا قلت لكم انه انا صار عمري 26، خلصت 26، هو فتت ب 27 هلا. يعني ان شاء الله العمر كله ان شاء الله العمر كله بالصحة والسلامة يا رب. انتو كمان اكتبوا لي قديش اعماركم، ايمت عيد ميلادكم كذا، شو برجكم كذا، بتحبوا الابراج. انا هلا مو انه بتابع الابراج بتابعهم، بس انا بحب اقراهم، مو قصدي بآمن فيها، بس بحب اقراهم، يعني بحب اطلع عليهم، بحب اقرا من لما كنت صغيره. يعني والله بتذكر انه من لما كان عمري شي 10 سنين هيك، اللي بيعرف يمكن هيك بسوريا كذا المدينه اف ام، كنت هيك افتح هيك مع امي ونتفرج وخلص، يعني عندي انه هوس بدي اشوف هي ما طلع برجي هيك كذا يعني. سبحان الله يعني، يعني كل واحد وفكرته وهيك، يعني بحب يعني. هون رحنا بالحديث كلياته وطعنا من الأكل كلياته مثل ما بيقولوا. هون حطيت المعكرونة السباجيتي سلقتها، وراح أحكي لكم هلا على طريقة المعكرونة. بعد ما بنسلق المعكرونة بحط أنا بس المعكرونة عند السلق بس ملح، وحطيت شوية سمنة مع بصل ومع توم، هيك هرستهم كلياتهم مع بعض. وهون فرمت الدجاج على شكل يعني هيك مكعبات مكعبات، وقليتهم هيك كلياتهم مع بعض. حطيت لهم شوية مي، شوية مي ليستوي الدجاج على الآخر، عفوا ليستوي الدجاج على الخالص. هيك خليتهم هيك يتقلوا اول شي لياخدوا هاللون، بعدين حطيت عليهم هيك البصل والثوم والملح والبهار، ما حطيت لا ابدا شي تاني، وخليتهم هيك يتقلوا مع بعض ليستووا. وعن جد طلعت كتير كتير طيبة، يعني هي أكلة خفيفة وبسرعة كتير طيبة. بس وعن جد صار هون عن البرد مو طبيعي، برد برد برد، يعني اجا الشتاء خلص يعني. بس انا مع هيك بحبه. شوفوا قديش هيك حلو هالورق، ما احلاهم هيك صاروا صفر. هيك الخريف يعني حلو يا اخي، حلو الشتاء، حلو الشتاء تكوني هيك بالبيت متكنكنة، عاملة هيك فنجان قهوتك، عاملة هيك كاسة سحلبة، كاسة الكابتشينو النسكافيه اللي بتحبيه، يعني هيك هيك شي سخن. وطبعا تاكلي، يعني بالشتاء ما بتقدري ما تاكلي، عن جد الشتاء ما بعرف يعني طيب فيه الاكل، يعني واحد او بتقلي انه الوقت طويل بصير فكذا، فانه طيب يعني الاكل تتشطحي ترتاحي تعملي شي سخن وهيك تاكلي وتتغذي يعني مثل ما بيقولوا. وهون حطيت هيك على نار هادية ليستوي الدجاج. انتوا احكوا لي شو عم تطبخوا هالايام، ذكرونا. يعني احيانا هيك بقول انه الاكل كل يوم كل يوم كل يوم مثل بعض، فانه لو هيك اكلات مختلفه، يعني انه نتذكر اكلات غريبه كذا. فانه عن جد صار انه دايما بعمل انه يلا خلص هاي الجمعه بجيب انه اغراضي من البازار وهيك والخضره، فانه بانجان بدي اعمل ايام سقعه، ايام سقعه البانجان، يعني وهيك انه اكلات انه مختلفه. فانه قلت هالمره اعمل معكرونه هيك، هي اللي بنتي كتير حبتها يعني دقتها مره وحبتها كتير، فانه قالت لي جيبيها. فجبت هذا الصوص جاهز، يعني صوص البيست الريحان جاهز وخالص يعني.
فجبتها والله وعن جد طلعت كتير طيبة. يعني هي علبة بتأديني يعني كم مرة بعملها، يمكن شي 10-20 قديش ما بعمل، ما بتحط كتير. طبعا انا بحط لها كريمة كمان. هون هلا شفت الدجاج استوى، بحط لها، حطيت لها هيك معلقتين مثل ما انكم شايفين، معلقتين هيك لانه الكبار كتير لانش يعني بيعطوا لنا زادة النكهة هي غميقة، يعني النكهة يعني انه جاي على المنيح يعني. فوالله هون حطيت لها معلقتين من الباستا صوص، هيك خليتهم هيك ياخدوا لونهم هيك مع بعض، وبضيف لها انا ضفت لها علبتين كريمه، يعني الكريمه حسب انا بحب تكون انه تتشرب الكريمه منيح يعني. فحطيت لها والله هالعلبتين الكريمه وخليتهم هيك يغلوا مع بعض شي 10 دقايق. هيك هلا عم ضيف الكريمه معكم. هيك شايفين هيك لونها على اخضر على ابيض وهيك. هون هيك سلقت المعكرونه وصارت جاهزه هاي المعكرونه، بضيفهم هيك بس مع بعض، بقلبهم انا 3 دقايق 5 دقايق، ما بعيفهم على الغاز لانه خلص اثنيناتهم سخنين، يعني ما بحب انه بعيفهم كتير. 5 دقايق وخلص بتكون تجانست مع بعض وبتطلع عن جد كتير كتير طيبه. والحمد لله على النعمه يا رب، الله يديم علينا نعمه يا رب، كل شيء مع الصحه والعافيه طيب. يعني انا عن جد ما بحس انه بحياتي لما حبيت اكله، مو لانه باكل اخضر واليابس، بس لانه عن جد يعني بحس انه كل اكل طيب، انه اكيد انه في شيء ما بفضله كذا، بس انه بحس انه كل شيء طيب، يعني كل شيء انه مفيد انه طيب يعني الحمد لله يا رب. هون هيك حركتها هيك مع بعض. شوفوا هيك شكلها نهائي، عن جد طلعت بتجنن. هاي بنتي هيك هون رح تعملكم هلا قلب، هيك كل ما بدي سوي بدي اعملهم قلب ولما يصير هالقلب معه ولا يلا خلصينا. وهون هيك عيد الميلاد الله يحميهم يا رب، شوف قديش حلو كان، كتير هيك حلوين يا رب الله يحميهم. هون هيك شوفي شو ابني عثمان كيف صاير عم يفرح، ابوس قلبه. هاي هدية جوزي، هيك هديته طبعا تعرفوها، بس هذا عمل لي اياها، عمل لي اياها هيك مفاجأة يا رب، الله يخليه ويرزقهم يا رب كلياتهم. ان شاء الله بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تتابعوني. هون هيك اخر الليل هيك عملنا سهرة انا وبنتي وزوجي، الحمد لله يا رب. هيك عملت لي اي حليب ونحن رح نشرب نسكافيه، هيك فرمت هالفواكه وقعدنا